عايزكم كده يا شباب ترد عليا على السؤال اللي قدامكم دلوقتي. مين هنا كام واحد كان نفسه يدخل مجال السايبر سيكيورتي، لكن كل ما يبدأ في مسار او يبدأ بشكل عام يلاقي نفسه تايه وما يكملش او يحس ان هو تايه بشكل عام؟ طيب دلوقتي كل واحد مننا بيفكر يبدأ في مجال السايبر سيكيورتي. مرة يشوف رود ماب فيفتح نتوركينج، مرة حد يقول له لازم تشتغل على لينكس وتفهمه كويس فيشتغل لينكس، ومرة يلاقي كورس معمول على اليوتيوب بيتكلم عن الايثيكال هاكينج فيبدأ يشتغل معاه، وشويه يسمع عن حاجه اسمها الباج باونتي، تمام، واختبار اختراق التطبيقات، فهتلاقيه بدا في الويب سكيورتي، وفجاه يلاقي نفسه فتح 10 كورسات وفي الاخر مش عارف يبدا منين. طيب لو ده حصل معاك احب اقول لك ان المشكله ان انت مش عندك مشكله، تمام، ومش مشكله برضو ان المجال صعب عليك. المشكله الحقيقيه ان انت بتحاول تتعلم كل حاجه في نفس الوقت من غير ما يكون عندك طريق واضح، وعشان كده احنا عملنا المحاضره دي. ولكن في البدايه خليني اعرفكم بنفسي كده بسرعه. انا محمد عمر، تمام، مهتم بمجال السايبر سيكيورتي وبقدم محتوى تعليمي عن الامن السيبراني، وبعمل فيديوهات توعيه للناس، وهدفي الاساسي من المحتوى اللي بقدمه ان اخلي اي شخص مبتدئ يفهم المجال بشكل مبسط وعملي. والناس اللي متابعيني منكم بقالهم شويه عارفين الكلام ده، تمام. وانا النهارده مش جاي اقول لك ان هخليك محترف السايبر سيكيورتي في ساعتين. انا هدفي في الحقيقه ابسط من كده بكتير وفي نفس الوقت مهم جدا، وهو اني اوضح لك الطريق اللي يخليك تمشي عليه صح. يعني لما تخلص المحاضرة تبقى عارف تبدأ منين وتتعلم ايه الأول وايه اللي المفروض تأجله، تمام؟ طيب ليه أنا عملت المحاضرة دي؟ أنا عملت المحاضرة دي تحديدا لأن أكتر حاجة بشوفها عند المبتدئين مش إن هم مش عايزين يتعلموا، بالعكس، في ناس عندها حماس رهيب جدا إن هم يشتغلوا، ولكن مشكلة الحماس إنها بعد شوية بتتحول لتشتت بسبب إن الشخص ده شغال على كذا كورس في نفس الوقت أو كذا رود ماب، لكن في الحقيقة مش بيكون في أي تقدم حقيقي. هتلاقي كل شوية بيبدأ من الصفر، زي ما قلنا في البدايه، شويه يتعلم الشبكات وشويه يتعلم لينكس، وبعد كده تلاقيه بيقول انا مش فاهم المفروض اتعلم ايه، وممكن نفسه تتقفل خالص من المجال. وعشان كده المحاضره دي مش هدفها ان اديك اكبر كميه من المعلومات، ولكن هدفها الحقيقي ان اوفر عليك وقت تشتت ومجهود ضايع. تمام يا شباب، خليني اقول لك على حاجه مهمه جدا. مجال السايبر سيكيورتي هو في الحقيقه مجال كبير جدا اوسع مما تتخيل، ومفيش حد بيتعلم مجال السايبر سيكيورتي كله، تمام. دي اول فكره لازم نصححها عندنا ونكون فاهمينها بشكل كبير، لانك اول ما تفتح المجال هتلاقي حاجه اسمها بنتريشر تيستنج، وهتلاقي حاجه اسمها سوك، هتلاقي حاجه اسمها ديجيتال بيرسونز، هتلاقي حاجه اسمها مالوير اناليسيز، هتلاقي حاجه اسمها كلاود سكيورتي، هتلاقي حاجه اسمها ويب سكيورتي، تمام. وطبيعي جدا تسال انت المفروض تبدا بايه، بس الغلط الحقيقي انك تحاول تتعلم كل ده مره واحده وتحاول تتخصص في كذا مجال في نفس الوقت، لانك في البدايه اكيد مش هتعرف، ولا انت محتاج ان انت تتعلم كل حاجه في نفس الوقت. كل اللي انت محتاجه ان انت تعرف ايه الحاجه اللي المفروض تتعلمها دلوقتي، ودي نقطه مهمه جدا، لان مش كل حاجه مهمه معناها ان انت لازم تتعلمها دلوقتي. في حاجات مهمه لكن وقتها لسه ما جاش. خلينا نسال سؤال كده وعايزكم ترد عليه في الشات، ماشي؟ دلوقتي لو انا قلت لك ان انت عندك 3 شهور تتعلم فيهم سايبر سيكيورتي من الصفر، تمام، هتبدا بايه؟ هتبدا باللينكس ولا الشبكات ولا البايثون، ولا هتختار الكالي لينكس تحديدا؟ عايزكم ترد عليا كده في الشات، تمام. ناس بتقول الشبكات، البرمجة، بايثون، كالي لينكس، تمام تمام تمام، حلو جدا. شبكات، شبكات، الويب سكيورتي، شبكات وبعدين لينكس، شبكات وبعدين البرمجة، شبكات وبرمجة وكالي، شبكات لينكس، تمام. تعلم الأساسيات الحاسب، جميل. شبكات، برمجة، شبكات، تمام، برمجة الشبكات، شبكات لينكس، لينكس، بايثون. طيب حلو جدا. طيب شايفين كمية الإجابات المختلفة اللي انتوا رديتوا بيها دي؟ وده بالظبط اللي احنا بنتكلم عنه. المشكلة مش في قلة المصادر، المشكلة الحقيقية في اختيار المصدر والخطوة الصح اللي انت تشتغل عليها، وايه المسار اللي انت المفروض فعلا تشتغل عليه، تمام؟ طيب جميل جدا. خلينا نتفق من البداية على حاجة. أنا النهاردة مش عايزك تخرج من هنا وأنت حافظ معلومات كتير، أنا عايزك تخرج من المحاضرة دي وأنت معاك خريطة،
والاهم من كده انك تتعلم من غير ما كل شويه ترجع لنقطه الصفر. وعايزك من دلوقتي تنسى فكره انا لازم اتعلم كل حاجه عشان ابقى جاهز ان انا ابدا. الكلام ده مش صحيح خالص. المفروض ان انت مش محتاج تبدا عشان تبقى جاهز، انت محتاج تبدا عشان تبقى جاهز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت بتبدا وتاخد خطوه، تمام، عشان تبقى جاهز ان انت تتعلم اصلا. فمن هنا ورايح بدل ما نسال ايه اللي كل حاجه لازم تتعلمها، هنسال ايه الخطوه اللي انت محتاج تتعلمها دلوقتي. وده الفرق من شخص بيتعلم بتركيز وشخص بقاله سنين بيتفرج على كورسات ولسه بيقول انا لسه ببدا. طيب يلا بينا نبدا ونفهم الاول ايه المجال اللي احنا بنشتغل فيه ده. يعني ايه سايبر سكيورتي؟ طيب بعد ما اتفقنا ان مشكلتنا الاساسيه ان هي التشتت، خلينا نبدا من الاساس خالص. وقبل ما اقول لك ان انت تتعلم لينكس ولا شبكات ولا بايثون ولا ويب سكيورتي، خلينا نفهم احنا اصلا بنتعلم ايه. يعني ايه اصلا سايبر سكيورتي؟ تمام؟ يعني ايه اصلا سايبر سكيورتي؟ وليه المجال ده اصلا موجود؟ وايه الفرق بين السايبر سكيورتي وبين الهاكينج اللي بنشوفه في الافلام والمسلسلات؟ تمام؟ السايبر سكيورتي ببساطه يعني حمايه الانظمه والمعلومات والشبكات والاجهزه من التهديدات والهجمات الالكترونيه. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو انا عندي شركه، اكيد عندي سيرفرات واجهزه موظفين وموقع، تمام، وممكن يبقى عندي ابلكيشن، واكيد طبعا عندي قواعد بيانات كتير. طيب فمين المسؤول عن الحاجات دي ان هي تكون متامنه؟ هنا بيجي دور السايبر سكيورتي. والهدف مش بس اننا نمنع الهجوم، احنا كمان عايزين نعرف مين ممكن يحاول يهاجمنا، وازاي ممكن يهاجمنا، وايه الثغرات الموجوده عندنا. طب ولو حصل هجوم فعلا ازاي نكتشفه ونتعامل معاه ازاي؟ تمام. طيب خلينا نضرب مثال بسيط عشان نفهم الكلام ده. خلينا ناخد مثال بعيد عن الكمبيوتر خالص. تخيل دلوقتي ان انت عندك بيت، تمام، البيت ده عنده باب، فيه شبابيك، عندك كاميرات مراقبه، عندك نظام انذار. طيب دلوقتي هل تامين البيت معناه ان انت تحط على الباب قفل وخلاص يبقى انت كده في امان؟ اكيد لا، لان ممكن حد يدخل من الشباك، وممكن برضو حد يحاول يكسر القفل لو انت قافل الباب، وممكن برضو يقطع الكهرباء عن الكاميرات فما تشوفش مين اللي حاول يدخل، وممكن المهاجم او اللي عايز يدخل البيت ده يحاول يخدع الشخص الموجود اصلا في البيت بكذا طريقه. فنفس الفكره ونفس الطريقه في السايبر سكيورتي. احنا هنا مش بنحمي حاجه واحده بس، احنا هنا بنحاول نحمي النظام بالكامل من طرق مختلفه للهجوم. تمام. طيب خلينا نسال سؤال كده ونقول ايه علاقه الهاكينج بالسايبر سكيورتي؟ ودي من اكتر الحاجات اللي بتسبب لخبطه عند المبتدئين بالذات. ناس كتير اول ما بتسمع، خلينا نسال سؤال ونقول ايه علاقه الهاكينج بالسايبر سكيورتي؟ ودي من اكتر الحاجات اللي بتسبب لخبطه عند المبتدئين تحديدا. ليه؟ لان ناس كتير اول ما بتسمع كلمه سايبر سكيورتي بتتخيل وبتفتكر الكالي لينكس او شاشه التيرمينال السوداء وشويه اوامر واختراق الحسابات. تمام. وبيشوفوا زي ما الافلام بتصور لنا عن الاختراق ان حد بيكتب شويه اوامر ويظهر له في الشاشه انه تم الوصول للحساب او الملفات اتشفرت والكلام اللي احنا بنشوفه ده. لكن الحقيقه في المجال بتاعنا مختلفه تماما عن اللي احنا بنشوفه ده. تمام. لان الهاكينج في الحقيقه هو جزء صغير من عالم السايبر سكيورتي كله. تمام. يعني السايبر سكيورتي دي الاسم الاشمل. تمام. كلمه هاكينج ده جزء من المجال. تمام. طيب خليني اوضحها لك بشكل ابسط. تمام. خليني اوضح لك الموضوع ده بشكل ابسط. الهاكينج، تمام، اسمه عندنا في المجال بيبقى اسمه الايثيكال هاكينج او البنتريشن تيستنج. وده بيكون هدفه تحديدا اننا بنحاول نكتشف او نستغل نقاط الضعف في النظام بشكل معين. وتمام. ولازم تركز ان احنا ما بنعملش الحاجه دي غير لما يكون معانا تصريح ان احنا نعمل ده، وبنعمل ده بهدف ان احنا نساعد في تامين النظام، تمام، او الشركه اللي احنا شغالين عليها. طيب حلو جدا. يعني بدل ما المهاجم الحقيقي يكتشف الثغره الاول، احنا بنحاول نكتشفها بشكل قانوني، تمام، قبل ما حد تاني يقدر يستغلها. وهنا لازم نفرق بين حاجتين. الهاكينج ده بيكون بدون تصريح، يعني ممكن يبقى جريمه ويعمل لك مشكله قانونيه. لكن لما يكون عندك تصريح واضح من صاحب النظام ان انت تعمل اختبار على النظام بتاعه، فهنا احنا كده بنتكلم عن الايثيكال هاكينج او السكيورتي تيستنج. تمام. وعشان كده انا مش عايزك تربط كلمه سكيورتي او سايبر سكيورتي بكلمه اختراق بس، لان لو كل اللي في دماغك عن المجال هو ان ازاي اخترق الحسابات، فانت لحد دلوقتي مش فاهم ايه المجال. تمام. طيب
السؤال الصح هو بقى ايه؟ هو ازاي ان انت تحمي النظام وازاي تفهم طريقه تفكير المهاجم عشان تقدر تمنعه. طيب حلو جدا. خلينا ننتقل لنقطه مهمه جدا وناس كتير برضو بتسال عليها، وهي مسارات السايبر سيكيورتي. خلينا نرجع لمشكله التشتت اللي اتكلمنا عليها من شويه. دلوقتي انت ممكن تفتح اي رود ماب وتلاقي مسميات كتير جدا. طيب دلوقتي انا مش عايزك تحفظ دلوقتي اسماء كتير، انا عايزك تفهم الصوره الكبيره. تمام. طيب اول حاجه عندنا في المسارات وهو الجانب الدفاعي او ما يسمى ب الديفنسيف سيكيورتي. تمام. وده ببساطه الناس اللي شغلها الاساسي ان هي تكتشف الهجوم وتمنعه وتعرف تتعامل معاه يعني. والمسمى الوظيفي بيكون للناس دي في مجال السوك اناليست. تمام. وده الشخص اللي بيكون بيراقب التنبيهات والاحداث الامنيه وبيحاول يعرف هل في نشاط طبيعي او غير طبيعي او في هجوم او في اي سلوك مشبوه على النظام. تمام. وممكن يدخل في المجالات دي اسماء زي الانسيدنت ريسبونس او الثريت هانتنج او الديتكشن انجينير. لكن في البدايه انت مش محتاج تحفظ كل المصطلحات دي. انا كل اللي عايزك تعرف تحفظه دلوقتي ان اول حاجه معانا دلوقتي هو الديفنسيف سيكيورتي او البلو تيم، وده شغلته هي الدفاع. طيب جميل جدا. طيب تاني جانب معانا وهو الاوفنسيف سيكيورتي، وده الاتجاه اللي ناس كتير قوي بتنجذب ليه بسبب فكره الاختراق او الهاكينج. طيب هنا انت بتفتكر لو انا المهاجم ممكن استغل النظام ده ازاي، وبتختبر الانظمه والتطبيقات والشبكات عشان تشوف لو في ثغرات، وده طبعا بيكون بتصريح من صاحب النظام زي ما قلنا. والكلام ده بيشمل البنتريشن تيستنج او الويب سيكيورتي او الريد تيم. والفكره الاساسيه هنا نفكر زي المهاجم عشان نعرف ونكتشف نقاط الضعف في النظام قبل ما المهاجم الحقيقي ما يكتشفها. جميل جدا. طيب في اتجاه ثالث وهو اسمه الانسيدنت ريسبونس او الديجيتال فورست. عايزك تتخيل كده ان شركه حصل عندها اختراق بالفعل. دلوقتي مش السؤال ازاي امنع الهجوم، الهجوم هو بالفعل حصل. طيب السؤال دلوقتي ازاي اعرف ايه اللي حصل في السيستم وازاي ده حصل اصلا وايه المهاجم عمله لما دخل على النظام. وهنا بيظهر دور الفورسنت ديجيتال او الانسيدنت ريسبونس. وهنا بنحاول نفهم الادله الرقميه والتحليل الرقمي ونحدد ايه اللي حصل ونحتوي الحادث ونساعد ان احنا نقلل منه قدر الامكان. طيب جميل جدا. هتلاقي ناس تانية بتقول لك انا مش محتاج اكون شخص تقني جدا او اشتغل بالاوامر والتيرمينال. طيب لان في عندك مسار زي الجي ار سي، وده بيركز اكتر على السياسات واداره المخاطر والامتثال للمعايير والقوانين وازاي المؤسسه تدير الامن السيبراني بشكل منظم. يعني مش كل الشغل السايبر سيكيورتي هو عباره عن شغل تقني بحت. تمام. طيب نيجي للجانب الثاني اللي معانا وهو جانب الكلاود سيكيورتي. دلوقتي مع اعتماد الشركات بشكل كبير جدا على الكلاود ظهر احتياج كبير جدا لتامين البيانات السحابيه زي مثلا جوجل كلاود. تمام. وهنا بتبدا تسال هل الكلاود انفراستراكشر متامنه؟ هل الصلاحيات مظبوطه؟ هل البيانات فعلا محميه؟ طيب هل في اعدادات ممكن تتسبب في مشكله امنيه؟ زي ما شفنا المجالات فيه كتير جدا. طيب يظهر هنا السؤال وهو اختار انهي مسار فيهم؟ الاجابه دلوقتي ان انت مش لازم تختار دلوقتي. ليه؟ لان دي نقطه مهمه جدا في محاضره النهارده. انت دلوقتي شخص لسه مبتدئ، فلو انا دلوقتي قلت لك اختار التخصص بتاعك من اول يوم ممكن تختار حاجه بجد من ان هي شكلها مثلا او شكل الكلام عنها عجبك. لكن لما تبني اساس كويس وتجرب كذا اجزاء في كذا مجال تبدا تعرف ايه اللي بتحبه وايه اللي انت شاطر فيه وايه الاتجاه اللي انت نفسك تكمل فيه. ففي البدايه انا مش عايز يكون هدفك ان انت تختار التخصص دلوقتي، ولكن هدفك انك تبني اساس كويس يخليك قادر بعد كده ان انت تختار. طيب خليني كده اسالكم سؤال عايزكم تجاوبوا في الشات. مين هنا كان فاكر قبل ما يدخل المحاضره ان السايبر سيكيورتي يعني اختراق بس او هاكينج بس؟ عايزكم كده تبعتوا لي في الشات. مش انا ماشي. مش انا. تمام. تمام حلو جدا. حلو. تمام. تمام حلو جدا. تمام.
زي الفل. طيب لو انت كنت فاكر كده، فانا من النهارده عايزك تغير الصوره دي تماما. تمام. لان زي ما قلنا من شويه ان الهاكينج مجرد جزء من الصوره الاكبر للسايبر سكيورتي، اللي هي بتشمل الحمايه والاكتشاف والتحليل والاستجابه واداره المخاطر واختبار الامان، وكل ده تحت مسمى السايبر سكيورتي. تمام. زي الفل. طيب دلوقتي فهمنا يعني ايه سايبر سكيورتي، وفهمنا ان المجال مش مجرد هاكينج بس، وشفنا ان في اكتر من مسار. لكن في سؤال اهم، انا كشخص مبتدئ ابدا منين؟ تمام. كلنا بنسال نفسنا السؤال ده، هل افتح الكالي لينكس، ولا اتعلم شبكات، ولا اتعلم بايثون، ولا اعمل ايه بالظبط؟ وهنا بقى هنخش في اهم جزء في المحاضره، وهي ايه الاساسيات اللي اي مبتدئ محتاجها عشان يبنيها قبل ما يتخصص. تمام. لان انت لو بدات بالترتيب الصح هتوفر على نفسك شهور من تشتت بدل ما تضيع وقت. طيب جميل. طيب ليه احنا محتاجين نعرف الكلام ده؟ لان انت لو بدات بالترتيب الغلط ممكن تفضل فتره كبيره جدا تتعلم حاجات كتير، وفي الاخر تحس ان انت ما عملتش اي حاجه. تمام. طيب خلينا نشوف سوا الترتيب ده. ماشي. عايزكم تركزوا كده في الترتيب ده، لانه هيكون الخريطه اللي انا عايزكم تمشوا عليها. ومش معنى كده ان دي القاعده الوحيده في العالم، او ان اي شخص لازم يمشي بنفس التفاصيل دي بالظبط. لكن من وجهه نظري ده ترتيب منطقي جدا ان اي حد لسه في البدايه انه يمشي عليه. تمام. واول حاجه معانا فيه هي الكمبيوتر بيزكس، ودي ناس كتير جدا بتستعجل وبتتخطاها. فيقول لك انا دلوقتي عايز اتعلم سايبر سكيورتي، ايه لازمه حاجه زي الكمبيوتر بيزكس؟ هقول لك لانك ببساطه لو انت مش فاهم يعني ايه كمبيوتر ومش فاهم بيشتغل ازاي، هتبقى بتحاول تامن حاجه انت مش فاهم اصلا هي شغاله ازاي. ففي البدايه انت محتاج تكون فاهم بشكل مبدئي على الاقل يعني ايه اوبريتنج سيستم، يعني ايه فايل سيستم، يعني ايه بروسيس، يعني ايه الرام، ويعني ايه السي بي يو، وايه الفرق بين السوفت وير، وايه الفرق بين الهاردوير. تمام. انا مش عايزك تبقى في البدايه مهندس كمبيوتر عشان تتعلم سايبر سكيورتي، ولكن كل المطلوب منك ان يكون عندك اساس يخليك فاهم على الاقل الجهاز اللي انت بتتعامل معاه. تمام. يعني مثلا خلينا دلوقتي نضرب مثال. انا دلوقتي لما اشرح لك واقول لك ان في بروسيس شغال على جهاز وممكن يبقى ليها صلاحيات معينه، وانت اصلا مش عارف يعني ايه بروسيس او يعني ايه برميشن، هتحس ان الكلام متعقد. لكن لو الاساس عندك ده موجود من البدايه هتبدا تربط المعلومات ببعض بمجرد ان انا اقول لك المسميات دي. جميل جدا. طيب تاني حاجه معانا هي اللينكس. طيب وهنا في ناس كتير اول ما بتسمع لينكس تقول لك بس الكالي لينكس. تمام. واكيد في ناس كتير قوي بتقول لي الكلام ده. تمام. اللي مطلوب منك في الكالي لينكس ان انت تعرف تتعلم ازاي تتعامل مع التيرمينال، ازاي تعرف تتحرك بين الملفات، وازاي تعرف تنشئ وتعزف وتعدل الملفات، وتعرف ليه اللينكس مهم في المجال. طيب ليه اللينكس مهم في المجال؟ لان اللينكس موجود في جزء ضخم جدا من البنيه التحتيه للمجال ده، وهتقابله بشكل كبير جدا سواء في السيرفرات او الادوات او ادوات اختبار الاختراق. تمام. فانا مش عايزك هنا فانا مش عايزك هنا ان انت تحفظ اوامر وخلاص. انت مطلوب منك ان انت تفهم النظام ده شغال ازاي اصلا. تمام. وعايزين هنا نقف عند نقطه ونوضح معلومه، اللي هي ايه؟ الكالي لينكس هو مش بيضم السايبر سكيورتي كله. ليه؟ لان الكالي هو مجرد توزيعه من اللينكس، والكالي ده بيكون موجه للناس اللي بتشتغل في اختبار الامان او البنتيشن تيستنج. تمام. وعليه ادوات تانية كتير جاهزه ان انت تشتغل عليه. لكن لو انت لسه مش فاهم يعني ايه لينكس وفتحت الكالي واستخدمت 10 ادوات ولا 50 اداه، فمهما كنت انت استخدمت ادوات على الكالي لينكس ده مش هيخليك فاهم سايبر سيكيورتي. عشان كده انا بقول لك اتعلم اللينكس وافهم النظام. تمام. في البدايه علشان لما تشتغل على الادوات تبقى فاهم انت بتعمل ايه، مش مجرد فاهم او مجرد حافظ اوامر بتشتغل بيها. طيب خلينا نخش على اللي بعد كده، وهي الشبكات. طيب بعد اللينكس هندخل على حاجه اساسيه جدا وهي النتوركينج، ودي من اهم الحاجات اللي لازم تفهمها. طب ليه؟ ناس تقول لك او تحس في البدايه ان يعني ليه ادرس شبكات، انا واحد داخل درس سايبر سكيورتي. طيب دلوقتي اغلب الحاجات اللي بتحصل في عالم السايبر سكيورتي مرتبطه بالشبكات بشكل او باخر.
فانت محتاج تفهم بشكل اساسي يعني ايه اي بي، يعني ايه ماك ادرس، يعني ايه بورت، يعني ايه دي ان اس، وايه الفرق بين التي سي بي واليو دي بي، وازاي الجهاز بتاعك اصلا بيتواصل مع جهاز تاني. لان لما تيجي بعد كده تتعلم الاتاك او الديفنس، ساعتها انا مش عايزك تحفظ الاداه بتعمل كذا، لا انا عايزك تكون عارف ايه اللي بيحصل فعلا على الشبكه. طيب خلينا اضرب لك مثلا مثال بسيط. دلوقتي مثلا لو قلت لك في بورت مفتوح على السيرفر، المبتدئ اللي ما يعرفش يعني ايه شبكات هيقول لك طب وبعدين تمام، وهو مش فاهم. لكن الشخص اللي فاهم يعني ايه شبكات تمام هيبدا يسال طب ايه الخدمه اللي شغاله على البورت ده، وايه البروتوكول او رقم البروتوكول اللي بيستخدمه. طيب هل الخدمه دي المفروض تكون شغاله ومتاحه؟ طب هل عليها ثغره؟ جميل جدا. لما تفكر بالطريقه دي انت كده بقيت بتفكر بشكل سكيورتي اكتر، مش مجرد حافظ ادوات وخلاص. تمام. طيب جميل جدا. بعد كده نخش على، دلوقتي بعد ما فهمت الكمبيوتر وتعلمت اللينكس وفهمت يعني ايه شبكات، نيجي بقى للايه، للسكيورتي بيزكس. هنا تبدا بقى مفاهيم، هنا تبدا تتعلم مفاهيم امنيه زي ايه؟ عندك مثلا زي السي اي اي تريد، الاثنتيكيشن، الريجسترايزيشن، الانكريبشن او الهاشنج، والثغرات والتهديدات. تمام. ومفاهيم تانية كتير، وتبدا هنا تربط كل الاساسيات اللي اتعلمتها ببعض. ساعتها تعرف ايه اللي ممكن يحصل في الاختراق، وايه ازاي بيحصل، وازاي تقدر تمنعه او ازاي تكتشفه اصلا قبل ما يحصل. تمام. طيب ندخل على خامس حاجه وهي الويب بيزكس. طيب بعد كده هنروح لعالم كبير جدا ومهم جدا في نفس الوقت وهو الويب، لان جزء كبير جدا من الخدمات اللي بنتعامل معاها يوميا موجوده على الويب. فانت محتاج تفهم الويب بيشتغل ازاي قبل ما تبدا تتعلم ويب سكيورتي. وخلي بالك من الموضوع ده، لان انت لازم تفهم ازاي الموقع بيشتغل، وتفهم يعني ايه ريكويست ويعني ايه ريسبونس. تمام. وتفهم يعني ايه هيدرز وايه الكوكيز ومصطلحات تانية كتير. فلازم تفهم التطبيق الاول قبل ما تحاول تامنه او تكتبه. تمام. انت دلوقتي لما بتفتح الويب او تفتح مثلا جوجل وتشغل اي حاجه اليوتيوب مثلا، ده اسمه تطبيق ويب. تمام. انت لازم تبقى فاهم هو بيشتغل ازاي، قبل ما ايه، قبل ما تخش على ان انت تتعلم ازاي تامن. طيب دلوقتي بعد ما انت فهمت يعني ايه ويب، ندخل بقى على جزء الويب سكيورتي. وهنا تبدا تشوف حاجات زي سيكوال انجكشن، الاكس اس اس، السي اس ار اف. تمام. والفايل انكلوجن، واشكال مختلفه كتير من اسماء الثغرات. تمام. فهنا زي ما لاحظتوا انا دلوقتي في الاول ما قلتلكش هتتعلم السيكوال انجكشن. تمام. ما قلتلكش هتفهم يعني ايه بيرب سويت. ليه؟ لانك لو دخلت تتعلم الويب سكيورتي قبل ما تفهم الاساس هتحفظ خطوات من غير ما تكون فاهم هي شغاله ازاي، ولو اتعلمت ثغره مش هتكون هي اصلا فاهم هي اشتغلت ازاي او منين. طيب جميل جدا. طيب بعد ما اتعلمنا شويه الاساسيات دي نعمل ايه؟ ساعتها هتبدا بقى تفكر انا عايز اتخصص في ايه. هل انت عايز تشتغل في الاوفنسيف سكيورتي، ولا عايز تشتغل في الديفنسيف، ولا عايز الويب سكيورتي، ولا الكلاود؟ وهنا بقى ساعتها اختيارك هيكون مبني على فهم وتجربه، مش مجرد فيديو شفته وعجبك وكملت تكمل وقررت تكمل وراه وخلاص. طيب بعد ما انت شفت الحاجات دي كلها، بعد ما انت شفت الترتيب اللي انا عامله ده، خليني اقول لك ليه انا مصر على الترتيب اللي انا وريته لك. لان اكبر عدو للمبتدئ زي ما قلنا في السايبر سكيورتي مش صعوبه المجال، ولكن هو التشتت. انت ممكن تكون بتتعلم لينكس وفجاه زي ما قلنا تخش على الويب، وبعد كده تشوف شويه عن السوك. تمام. وشويه تحس ان الريد تيم حاجه ممتعه جدا وعايز تشوف الايه، الاختراق بيشتغل ازاي. لكن خليني اقول لك جمله مهمه جدا. المشكله دلوقتي مش انك بتتعلم حاجات كتير ولا بتركز في كذا حاجه. تمام. المشكله ان انت بتتعلم كذا حاجه في نفس الوقت. تمام. ركز في الجمله دي كويس قوي. المشكله مش ان انت بتتعلم حاجات كتير، ولكن المشكله ان انت بتتعلم كذا حاجه في نفس الوقت. طيب ليه؟ لان انت ممكن تكون بتتعلم حاجات كتير قوي في حياتك، لكن هي مش مطلوبه منك ان انت تتعلمها في الوقت الحالي. طيب فخلينا دلوقتي نمشي بقاعده دلوقتي. تمام. هي القاعده اسمها ايه؟ دلوقتي. القاعده دي بتقول ايه؟ من هنا ورايح كل ما تشوف حاجه جديده في المجال تسال نفسك سؤال مهم جدا. هل ضروري ان انت تتعلم الحاجه دي دلوقتي؟
بدل ما السؤال يكون كده هتقول ايه؟ هل انا محتاج اتعلم الحاجه دي دلوقتي؟ وترد على نفسك، لو اتعلمها، لو لا هتسيبها دلوقتي. تمام؟ لان انت كل مره بتنط الموضوع تاني او مسار تاني، انت هنا مش بتضيف لنفسك معلومه، انت بتقطع التركيز اللي انت كنت شغال فيه. تمام؟ طيب، جميل جدا. من ضمن المشاكل اللي المبتدئين برضه بيقعوا فيها ان هم يشوفوا حد شغال باداه معينه على الايه، في فيديو مثلا، فيقرر يتعلم اداه معينه. تمام؟ فهنا نصيحه مهمه جدا بقولها لك، ان انت ما ينفعش تبدا خالص بالادوات. ليه؟ ما تبداش بالان ماب لمجرد مثلا في اداه عندنا اسمها الان ماب، مش عشان انت شفت حد بيستخدمها تقرر تجربها او تتعلمها وانت لسه مش فاهم يعني ايه اصلا كالي لينكس. تمام؟ ما تبداش بالبيتا سبلويت لمجرد ان انت شفت حد بيخترق بيه جهاز. تمام؟ مش عشان انت قررت تتعلم مره واحده الويب سكيورتي فتقرر تشوف تحمل البيرب سويت وتحاول تشغلها. تمام؟ وانت لما تفتح كذا اداه وتحاول تحملهم وتشتغل عليهم، انت هنا كده ما بقتش سايبر سكيورتي ولا حاجه، لان الاداه عمرها ما هتعلمك الاساسيات. تمام؟ فلما تبقى تفهم الاساس الاول، الاداه هتبقى مجرد وسيله تساعدك تطبق اللي انت فاهمه في الاساسات. طيب، جميل جدا. خلينا نراجع بقى بشكل سريع جدا على اللي احنا قلناه. تمام؟ زي ما احنا قلنا كده، اول حاجه عندنا ايه؟ الكمبيوتر بيزكس، بعد كده اللينكس، بعد كده الشبكات، بعد كده سكيورتي بيزكس، بعد كده الويب سكيورتي، بعد كده الويب بيزكس، بعد كده الويب سكيورتي، بعد كده انت تقرر بقى حابب تكمل في ايه. تمام؟ طيب، خلينا نتكلم عن حاجه مهمه برضو جدا. تمام؟ وهم اهم 5 اخطاء ممكن انت تتعرض لهم وانت في ايه، في البدايه. تمام؟ اول خطأ هو ان انت ايه، لما تفتح لينكس تحاول تجرب الاوامر من غير ما تبقى فاهم اللينكس او تبقى فاهم الاوامر دي بتعمل ايه. تمام؟ تاني حاجه، تدخل مجال الهاكينج او الاختراق من غير ما ترجع للشبكات وتبقى فاهم يعني ايه شبكات. تالت حاجه، ان انت تدخل الويب سكيورتي من غير ما تبقى فاهم اساسيات الويب اصلا. رابع حاجه، ان انت تبقى شغال على 10 كورسات في نفس الوقت من غير ما تخلص وتفكر تحاول على الاقل تخلص كورس واحد. ده هيسبب لك ان انت متشتت، مش عارف انت شغال في ايه دلوقتي ومش عارف انت انجزت ايه. خامس خطأ، وده خطأ مهم جدا، ان انت تقارن نفسك بحد بقاله 2 او 3 في المجال وانت لسه يا دوبك في اول اسبوع او حتى في اول شهر. تمام؟ فاللي انا عايز اقوله لك ان انت مش متأخر. لو انت لسه بادئ دلوقتي او بادئ النهارده، انت مش متأخر. تمام؟ كل واحد ليه وقته. تمام؟ مش مطلوب منك ان انت تعرف اللي واحد بقاله 2 بيتعلمه. انت مطلوب منك ايه؟ كل المطلوب منك انت المفروض تعمل ايه النهارده. لو انت خطوتك دلوقتي ان انت تتعلم اللينكس، اتعلم دلوقتي اللينكس بس، ما تبصش لحد تاني، ما تفكرش في اتجاه تاني. لو خلصت الاساسيات، وقت ان الشبكات جه كملت الشبكات. تمام؟ وهكذا. ما تحاولش تعيش في طريق تاني وانت لسه في اوله. تمام؟ طيب، خليني هنا اسالكوا سؤال مهم. لو انت دلوقتي لسه مبتدئ تماما وقلت لك عندك 3 حاجات اختار تبدا بيهم، هتبدا باللينكس ولا الشبكات ولا الويب سكيورتي؟ عايزكم ترد عليا في الشات. الشبكات. لينكس. لينكس. شبكات. لينكس. شبكات. تمام. تمام. الشبكات. حلو جدا. تمام، زي الفل. لو في كان حد فكر ان هو، طبعا اجاباتكم كانت عباره عن اللينكس والنتوركينج. تمام؟ فلو حد كان فكر انه يبدا بالويب سكيورتي على طول، انا فاهم ان انت ممكن تكون حابب ان انت تشتغل في الاختراق بسرعه. تمام؟ وزي ما اي حد في البدايه بيكون يعني مشدود لفكره الاختراق.
لكن السؤال دلوقتي احنا مش بنبدا في الحاجه اللي شكلها ممتع او الحاجه اللي تشدنا في البدايه. احنا بنشتغل على الحاجه او بندور على الحاجه اللي هتخليك تبقى فاهم بعد كده، وهو ده التفكير اللي عايزكم كلكم تخرجوا بيه من المحاضره دي. فانا عايزك تكون فاكر انك مش الهدف ان انت تفهم وتقول انا خلصت الخمس حاجات دول او تخلص كورس معين وخلاص. انا عايزك تكون الحاجه اللي انت تفهمها تطبق عليها، لان في السايبر سيكيورتي الفهم اهم بكتير جدا من الحفظ، والتطبيق اهم من ان انت تقعد تتفرج من غير ما تركز، وان انت تستمر على اللي انت بتعمله ده اهم بكتير جدا من الحماس اللي بيشدك اول اسبوع او اول شهر وخلاص. تمام؟ طيب حلو جدا. لحد دلوقتي احنا اتكلمنا عن حاجات كتير، اتكلمنا عن السايبر سيكيورتي، اتكلمنا على لينكس، الشبكات، عن الويب، وعرفنا المفروض نبدا منين. لكن في مشكله، لو انا دلوقتي فضلت اتكلم بس انت ممكن تخرج من هنا متحمس وبعد يومين تنسى كل حاجه. وعشان كده انا عايز اعمل معاكم حاجه بسيطه جدا، هي مش هتكون حاجه معقده خالص. تمام؟ يعني مش هدخل اعمل عمليه اختراق او اعمل استعراض ادوات قدامكم. انا عايز اوريك حاجه اهم بكتير. انت دلوقتي كمبتدئ تقدر دلوقتي تبدا تتعامل مع اللينكس بنفسك عادي جدا. تمام؟ وده اللي هخليك تشوفه دلوقتي بنفسك. والهدف من الجزء ده مش ان انت تقول واو شوف مش مهندس محمد بيعرف يعمل ايه، لا خالص. انا عايزك تقول يعني ان انت تشوف الموضوع ببساطه عامله ازاي. تمام؟ وتقول طب ما الموضوع سهل كده، طب ما انا ممكن ايه اعمله بالظبط. تمام؟ وده اللي عايزكم تشوفوه دلوقتي. خلوكم معايا كده ثواني عشان نجرب. ممكن نعمل كده. كلكم كده دلوقتي شايفين الكالي قدامكم مفتوح؟ عايزكم تردوا عليا كده في الشات. تمام. تمام. حلو جدا. تمام زي الفل. طيب خلينا نفتح كده التيرمينال. تمام؟ نكبر شويه. يا ريت يا شباب اللي مشغل القلم وبيكتب يوقف الكلام ده. طيب خلينا دلوقتي نجرب اول امر معانا، وهو الامر BWD. تمام؟ الامر ده معناه ايه؟ الامر ده اختصار لكلمه اسمها برنت وركينج دايركتوري. يعني انا موجود فين دلوقتي؟ شايفين النتيجه اللي قدامنا دلوقتي بتقول ايه؟ مديانا مسار. تمام؟ وده يعني بتقول لنا ان الدايركتوري اللي انا واقف فيه دلوقتي هو اسمه ايه؟ الكالي. طيب حلو جدا. يعني انت في البدايه اول ما بتخش على النظام انت عايز تعرف انت واقف فين، زي مثلا انت مثلا بتخش على الكمبيوتر عندك على الويندوز بتبقى عارف انت واقف على الديسك توب ولا واقف مثلا في مجلد معين. تمام؟ انت هنا كده واقف في مجلد اسمه او دايركتوري اسمه ايه؟ الكالي. طيب انت دلوقتي مثلا واقف على الديسك توب عايز تشوف ايه المجلدات اللي عندك، لو انت حاطط مثلا شويه صور شويه فيديوهات، فهنا هنستخدم الامر ايه؟ ls. تمام؟ يبقى انت دلوقتي بعد ما عرفت انت واقف فين، دلوقتي عايز تعرف ايه اللي موجود في المكان اللي انت واقف فيه، يبقى الامر ls دلوقتي هيعرض لك كل الملفات والدايركتوريز الموجوده في المكان اللي انت واقف فيه. يعني انت لو دلوقتي اي حد قال لك ادخل لي على الجهاز وشوف المكان اللي موجود في المكان اللي انت واقف فيه دلوقتي، هتكتب الامر ايه؟ ls. موضوع بسيط جدا. طيب لو انت دلوقتي فكرت ان انت عايز تخش مثلا على المجلد اللي اسمه لاب ده. تمام؟ احنا دلوقتي هنستخدم الامر ايه؟ cd ونكتب اسم المجلد اللي احنا عايزين ندخله وندوس انتر. تمام؟ احنا كده بقينا واقفين في المجلد لاب. طيب يبقى انت كده عرفت انت واقف فين، عرفت ايه المجلدات اللي عندك. تمام؟ دخلت مكان تاني، دخلت دايركتوري تاني. تمام؟ لو عايزين نشوف ايه اللي جواه هنكتب ايه؟ ls. تمام؟ لقينا جواه حاجات تانية. طيب جميل جدا. طيب لو احنا عايزين نعمل مجلد، لو احنا عايزين نعمل فولدر، تمام، زي ما بنقول على الويندوز، هنعمل ايه؟ نستخدم الامر mk داير ونكتب مثلا
المجلد اسمه ايه؟ هنعمل مجلد اسمه فولدر. تمام، وندوس انتر. لو عملنا ال اس كده تاني عشان نعرض ايه اللي عندنا، هنلاقي يبقى عندنا ايه؟ مجلد اسمه فولدر. طيب جميل جدا. طيب خلينا نرجع تاني للباوربوينت. تمام تمام، حلو جدا. طيب ممكن حد دلوقتي يسأل سؤال ويقول ايه علاقة ده او ايه علاقة اللي احنا عملناه دلوقتي ده بالسايبر سكيورتي؟ طيب في الحقيقة ده سؤال مهم جدا. ليه؟ احنا دلوقتي دخلنا عملنا ايه؟ عملنا فولدر. تمام، ودخلنا شفنا ايه اللي موجود في الفولدر ده. تمام، فممكن حد يقول فين الاختراق في الموضوع؟ تمام، هو في الحقيقة دلوقتي مفيش اي حاجة ليها علاقة بالاختراق، وده بالفعل المقصود. لان ايه؟ لان السايبر سيكيورتي هو مش عباره ان انت تفتح الكالي لينكس وبتبدا تكتب اوامر وتخترق وخلاص. انت في الاول محتاج تفهم ايه البيئه اللي انت شغال عليها او بتتعامل معاها. لازم تبقى فاهم ايه الاوامر اللي انت محتاج تكتبها وتتعلمها، والنتائج اللي انت بتشوفها لازم تتعلمها وتعرف تقراها. تمام، حلو جدا. طيب فانا دلوقتي عايزكم تركزوا في حاجه. انا دلوقتي من شويه فتحنا اللينكس وكتبنا على التيرمينال وقلنا وشفنا الفايز وحاجات كده. كل الكلام اللي احنا قلناه ده كان ممكن نقوله بشكل نظري وخلاص، لكن دلوقتي انت شفت بنفسك وشفناه بعينك بشكل عملي. تمام، انت دلوقتي ممكن تكون اول مره تشوف التيرمينال بشكل عملي في حياتك، صح؟ ممكن. ومع ذلك انت تقدر دلوقتي تفتح اللينكس بنفسك وتقدر تعرف مكانك وتقدر تعمل مجلد بنفسك وتقدر تعرض كل الملفات اللي عندك باوامر بالكيبورد بس. جميل جدا، وده بالظبط الهدف من الفقره البسيطه اللي احنا عملناها من شويه. طيب دلوقتي انا عايز اسالك سؤال. مين من هنا قبل المحاضرة كان شايف إن التيرمينال حاجة صعبة جدا وخايف يتعامل معاها؟ عايزكم ترد عليا دلوقتي في الشات. عايزكم تقولوا لي مين اللي كان شايف إن شاشة التيرمينال صعبة وإن أنت حاسس إن أنت صعب إن أنت تتعامل معاها، وشايف إن أنت الأوامر دي صعبة وحاجة غريبة جدا. تمام، حلو جدا. حلو، زي الفل. طيب جميل جدا. طيب بعد الفقرة اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي، مين حاسس انه يقدر دلوقتي ينزل الكالي لينكس ويشتغل بيه ويبدأ يجرب بنفسه وحاسس ان الموضوع سهل وبسيط؟ تمام، مين حاسس بعد اللي شافه دلوقتي ان الموضوع بسيط جدا؟ حلو، حلو، تمام، تمام، حلو جدا. مش صعب. تمام، تمام، حلو جدا. طيب جميل جدا. الهدف من اللي احنا عملناه من شويه ده كان ايه؟ الهدف مش خالص ان انت بعد ما تخلص المحاضره تقول فلان بيعرف يشتغل على لينكس ولا الكلام ده. انا عايزك تقول انا كمان اقدر اتعلم اللينكس ويبقى بالنسبه لي بسيط جدا. تمام، مش عايزك تقول ان السايبر سكيورتي صعب. تمام، ولكن عايزك تقول ان المجال كبير فعلا، بس اقدر اخد فيه خطوه خطوه. تمام، تمشي براحتك وتعرف تذاكر وتعرف تتعلم بشكل بسيط جدا. ودي نقطه مهمه جدا. انت في البدايه مش محتاج تفهم المجال كله النهارده. كل اللي انت محتاجه ان انت تبدا باول خطوه وتطبقها وبعدين تنتقل للخطوه اللي بعدها. تمام. طيب خلينا نتكلم عن خطأ تاني بتقع فيه الناس، وهو التعلم بدون تطبيق. طيب ان انت تتعلم من غير ما تطبق دي حاجه من اخطر الحاجات اللي انت ممكن تعملها. دلوقتي انت ممكن تتفرج على فيديو ساعتين على كالي لينك عمال بيشرح في ادوات وعمال بيكتب في اوامر وتحس ان الموضوع سهل وبسيط جدا. تمام، زي ما انت شفت دلوقتي. طيب لكن انت لما تفتح التيرمينال بايدك ممكن تحس ان انت مش عارف تعمل حاجه. تمام، ممكن تتفرج على حد بيشرح من الشبكات وتحاول تحفظ يعني ايه اي بي،
ويعني ايه دي ان اس، تمام، يعني ايه تي سي بي، وتحس ان الحاجات بسيطه جدا. لكن انت لما بعديها تيجي تفتح الموقع وتحاول تفهم ايه اللي بيحصل تبدا تتلخبط. طيب ليه؟ لان المشاهده وانت بتتفرج بتديك احساس ان انت فاهم كل حاجه، لكن التطبيق العملي هو اللي بيكشف لك. ساعتها بتعرف انت فاهم ولا لا. هنوقف بس 5 دقايق لحد ما الاذان يخلص. زي ما قلت لكم من شويه، التجربه اللي انا عملتها معاكم من شويه على التالي، لو انا كنت شرحت لك الكام امر اللي انا عملتهم لك دول بشكل نظري، انت ممكن بعد 10 دقايق تنساهم عادي جدا. لكن لو انت فتحت التيرمينال بعد ما انا قلت لك وبدات تجرب بنفسك الاوامر، تمام، وغلطت وانت بتكتب الامر، تمام، وحصل قدامك مشكله، فهتحاول تاني وتحاول تدور على حل، تمام، ساعتها هنا المعلومه بتثبت. فزي ما قلت لك، فانا دلوقتي عايزك تمشي بالقاعده دي، تمام. learn practice make mistakes fix repeat. يعني ايه؟ يعني اتعلم، تمام، شوف المعلومه، طبقها ومارس عليها، تمام، هتلاقي اخطاء قدامك، حاول تحلها، تمام، وعيد من الاول تاني. تفضل شغال بالطريقه دي. دي طريقه التعلم الصحيحه، مش ان انت تفضل تتفرج 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 بدون اي تطبيق. تمام، حلو جدا. طيب خلينا نتكلم برضو عن خطأ شائع جدا، وهو ان انت تبدا تجرب الادوات بدري جدا. وده بيحصل كتير جدا للمبتدئ لما يشوف الكالي لينكس مثلا في فيديو، فتلاقيه بيفتح الانماب مره، بعد كده يفتح الميتاسبلويت، يحاول يشوف البيرب سويت، فتلاقيه بعدها بيقول لك انا كده بدات سايبر سكيورتي. طيب لو جيت تساله طيب يعني ايه بورت، هيقول لك مش عارف. طب يعني ايه تي سي بي، طب يعني ايه الفرق بين الاوثرايزيشن، يعني ايه الاوثنتيكيشن، هتلاقيه مش عارف. طيب يبقى ساعتها ان المشكله مش في الاداه، المشكله ان انت استخدمت الاداه قبل ما تفهم ايه الحاجه اللي الاداه بتعمل معاها اصلا، او الاداه دي بتعمل له ازاي. تمام، لان دي نقطه مهمه جدا. المهاره ما بتكمنش في الاداه نفسها. طيب ازاي؟ يعني الانماب مش سايبر سيكيورتي، الكالا لينكس مش سايبر سيكيورتي، البيرب سويت مش هو الويب سيكيورتي، تمام، الكالا لينكس مش هيخليك هاكر. دي كلها مجرد ادوات، تمام. لكن الشخص المحترف هو اللي فاهم امتى يستخدم الاداه دي، وليه بيستخدمها اصلا، تمام، وايه اللي هو اصلا بيدور عليه، ولما يطلع له نتيجه او يطلع له اي امر بيبقى فاهم ايه الكلام ده. طيب خليني كده اسالكوا سؤال، تمام، ونشوف هتقول ايه. لو انت لسه بادئ، تمام، وعندك ساعتين النهارده تتعلم فيهم، هل هتتعلم 5 ادوات جديده، ولا تتعلم اساسيات الشبكات وتطبق عليها؟ عايزكم تردوا عليا في الشات. اساسيات الشبكات والطبق، تمام، تمام، اساسيات الشبكات، جميل جدا. ادوات، ايه كمان؟ اساسيات النتورك، اساسيات، تمام، تمام، وعليكم السلام، تمام. لو في حاجه فاتتكم من المحاضره، كده كده باذن الله المحاضره تكون متسجله. لما ارفعها باذن الله هبقى ابعت لكم اللينك. بالظبط. يبقى انت محتاج في البدايه ان انت تعرف اساسيات الشبكات عشان تعرف تتعامل. جميل جدا. هو انت بتسجل؟ انا كده كده بسجل. تمام. حاضر. يا ريت نقفل المايك يا شباب. طيب جميل جدا. يبقى بالظبط زي ما قلنا كده ان الاساسيات هي الاول، لانك لما تبني اساس الادوات بعد كده هتكون بالنسبه لك اسهل بكتير. تمام. طيب خلينا كده نراجع اللي احنا قلناه كده بسرعه. تمام. ونلخص الاخطاء اللي اتكلمنا عليها. اول حاجه ايه؟ التشتت، تمام، ان انت ما ينفعش كل يوم تفتح موضوع جديد.
تالت حاجه ان انت تغير تاني حاجه ان انت تغير الرود ماب كل شويه، فهتلاقي نفسك كل شويه بتبدا من الصفر. تمام. تالت حاجه تجمع كورسات، تفتح مصادر كتير. تمام. وهتلاقي نفسك بتطبق في الاخر قليل. طيب رابع حاجه ان انت تتعود تتعلم وتتفرج من غير ما تطبق، تقعد تتفرج كتير من غير ما تمارس، هتلاقي المحصله قليله. طيب كل شويه تحاول تجرب ادوات. تمام. وانت في الاساس مش فاهم الادوات دي اصلا بتشتغل ازاي. طيب جميل جدا. طيب دلوقتي لو في حاجه واحده مهمه جدا عايزك تخرج منها من الجزء ده. تمام. فهي ايه؟ مش عايزك تقيس التقدم بتاعك بعدد الحاجات اللي انت بدأت فيها. طيب تقيسه ازاي؟ هتقيسه بعدد الحاجات اللي انت فهمتها فعلا وطبقتها وقدرت تستخدمها لوحدك. كده تقدر تقول ان انت فهمتها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن واحد يكون خلص 10 كورسات، وواحد خلص كورسين بس، لكن التاني طبق اكتر وفهم اكتر وحل مشاكل اكتر. تمام. طيب مين فيهم هيكون عنده تقدم اكتر؟ هيكون مين؟ اكيد الشخص التاني. طيب فانا عايزك ايه؟ فانا عايزك دلوقتي تسال نفسك بعد المحاضره، انا دلوقتي مشكلتي ايه؟ هل انا متشتت؟ هل انا كل شويه بغرد الرود ماب بتاعتي اللي انا شغال عليها؟ هل بجمع كورسات وخلاص؟ هل بتفرج اكتر من ان انا بطبق؟ هل انا بستخدم ادوات وانا مش فاهم اصلا هي شغاله ازاي؟ فانت لازم تحدد المشكله بتاعتك. ليه؟ لان انت مش محتاج تصلح كل ده مره واحده. شوف دلوقتي اكبر مشكله عندك وابدا حلها. طيب جميل جدا. طيب دلوقتي عرفنا نبدا منين وايه الاساسيات وايه الاخطاء اللي لازم نتجنبها. احنا كده يعتبر وصلنا لاخر جزء في المحاضره. ومن البدايه اللي انا قلت لكم عليها ان انا هدفي النهارده مش ان اديكم اكبر كميه من المعلومات، ولكن هدفي ان انت تخرج عارف تبدا منين. تمام. هدفي ان انت تخرج من هنا بعد ما انت دلوقتي عارف ازاي الطريق بتاعك، ان انت محتاج الكمبيوتر بيزكس في البدايه، محتاج تعرف اساسيات اللينكس، نتوركينج، السكيورتي فاندمنتالز. تمام. الويب سكيورتي، الويب بيزكس، بعد كده الويب سكيورتي، وبعد كده تطبق عليهم وتقدر تختار التخصص بتاعك. تمام. جميل جدا. طيب فلو انت دلوقتي هتقول طيب انا عايز امشي في الطريق ده بس عايز حد يرتب لي الطريق ده ويمشي معايا خطوه بخطوه، هنا بقى اقدر اعرفك على البرنامج اللي انا بجهزه بقالي فتره. تمام. للموضوع ده بالذات هو برنامج سايبر ستاتيك. تمام. طيب لكن قبل ما اقول لك البرنامج ده فيه ايه عايزك تعرف حاجه مهمه جدا. البرنامج ده مش معمول لكل الناس. تمام. طيب هتقول لي هنا طيب البرنامج ده مناسب لمين؟ البرنامج ده هيكون مناسب ليك لو انت لسه داخل مجال السايبر سكيورتي. تمام. لو انت مش عارف تبدا منين، لو كل شويه بتغير الرود ماب بتاعتك، عندك مصادر كتير ومش عارف تمشي على انهي واحده منهم. تمام. عايز تمشي في نفس الخطوات اللي احنا اتكلمنا عليها دي بشكل مرتب جدا. طيب عايز تطبق على كل اللي بتتعلمه، مش مجرد تتفرج على فيديوهات وخلاص. طيب جميل. لو انت محتاج حد يكون معاك دايما، محتاج حد تسأله. تمام. محتاج لما تقف في حاجة ترجع له. تمام. فانت غالبا من الناس اللي البرنامج ده هتكون عشانها. طيب جميل جدا. طيب البرنامج ده مش هيكون مناسب لمين؟ لان في نفس الوقت لازم اكون واضح معاك. لو انت بالفعل شغال في السايبر سكيورتي او بتدرسه من فتره وعندك اساس قوي في اللينكس او عندك اساس قوي في الشبكات او الويب سكيورتي وعارف ومقرر انت محتاج تتخصص في ايه، فبرنامج سايبر ستارت مش هيكون مناسب لمستواك. لان البرنامج هدفه الاساسي انه يبني الاساس من الصفر للاشخاص المبتدئين، مش انه مش يعني البرنامج ده مش معمول لشخص هو بالفعل محترف او عارف هو بيعمل ايه اصلا. تمام. وعشان كده مش عايز حد يشترك لمجرد انه سمع الاسم وخلاص. تمام. فانا عايزك تتاكد الاول ان البرنامج مناسب لمستواك وهدفك. طيب ممكن حد يسالني سؤال، البرنامج ده بيدرس ايه؟
طيب خليني اوريكم كده شكل الرحله جوه برنامج سايبر ستارت. تمام. البرنامج هيكون متقسم معانا ل7 موديولز، وكل موديولز تمام بيتبني على اللي قبل. خليني ثانيه واحده كده افتح لكم الملف التاني. اول موديول معانا وهو الانترودكشن. تمام. هنبدا بمقدمه عن المجال، ونعرف يعني ايه سايبر سكيورتي، ونتعلم المسارات، ونعرف ايه طبيعه المجال، وازاي تختار الطريق بتاعك، بحيث انت تكون فاهم انت داخل على ايه من البدايه. تمام. ده اول موديول معانا. تمام. تاني موديول معانا هو اللينكس بيز. بعد كده هندخل على اللينكس. تمام. هنتعلم الاساسيات، هنعرف يعني ايه الملفات، هنعرف حاجات زي الجروبس واليوزرز، البرميشن، البروسيس، هنتعلم الكوماند لاين. تمام. بحيث ان انت تعرف تتعامل مع اللينكس بثقه جدا، بدل ما يكون مجرد شاشه اوامر بالنسبه لك. تمام. جميل جدا. طيب بعد كده هندخل على الشبكات. هنفهم يعني ايه اي بي، يعني ايه ماك ادرس، يعني ايه بورد، مصطلحات تانية كتير. وهنفهم كل المفاهيم الاساسيه اللي انت محتاج تتعلمها عشان لما تخش في السكيورتي والويب سكيورتي تبقى فاهم انت بتعمل ايه. لان انت مش هتقدر تبقى فاهم الهجوم او الدفاع لو انت مش فاهم الكونكشن او الاتصال نفسه بيحصل ازاي. طيب جميل جدا. بعد كده هندخل على البنتريشن تيستنج بيزكس. تمام. جميل جدا. وهندرس مراحل الاختراق زي الانفورميشن جاذرينج. تمام. وثريت موديل. تمام. هنعرف يعني ايه فولنربيلتي، تحليلات، نعرف الاكسبلويتيشن، بس اكسبلويتيشن. تمام. الريبورتنج بيتعمل ازاي، كل دي حاجات هنعرف بتتعمل ازاي. تمام. وهنطبق عليها بشكل عملي. طيب جميل جدا. بعد كده هندخل على الويب بيزكس. تمام. نفهم الويب، نعرف يعني ايه كلاينت، يعني ايه سيرفر، فرق بين الريسبونس. تمام. نطبق الحاجات دي بشكل عملي على البيرب سويت. تمام. وهنعرف كل الاساسيات اللي انت محتاجها عشان تفهم تطبيقات الويب. تمام. جميل جدا. بعد كده هنخش على الويب سكيورتي، لاننا بعد ما فهمنا الويب تمام هنتعرف على الانواع المختلفه من الثغرات والمشاكل الامنيه، ونبدا نفكر ازاي الثغرات دي اصلا بتحصل، وازاي بنكتشفها، وازاي نختبرها في بيئات امنه من غير اي مشكله. طيب جميل جدا. بعد كده اخر موديول معانا هو الكريبتوغرافي او علم التشفير. تمام. هنفهم اساسيات المهمه في التشفير، وايه الفرق بين حاجتين مهمين جدا زي الانكريبشن والهاشنج، وازاي التشفير بيستخدم في حمايه البيانات والاتصالات. تمام. جميل جدا. طيب في الاخر خالص تمام ساعتها انت هتكون عارف انت هتخش على ايه، وتبدا تقرر انت عايز تتخصص على ايه. تمام. وكل مجال انت هتفكر فيه تمام هيكون ليه رود ماب لوحدها. تمام. دول كانوا ال7 موديولز اللي احنا قلنا هنشتغل عليهم ان شاء الله في برنامج سايبر ستار. تمام. خلينا نرجع تاني للايه الموديول بتاعنا. تمام. طيب جميل جدا. فبالنسبه للسؤال البرنامج نظري بس ولا عملي؟ طبعا في حاجات نظري، وكل حاجه نظري ليها حاجه عملي طبعا هنطبق عليها، لان الموضوع ده مهم جدا وانا مهتم بيه جدا في البرنامج اللي انا عامله. تمام. عشان انا مش عايزك تحضر معايا مجرد محاضره او محاضرتين، او مجرد ان انت تحضر محاضره وخلاص وتسمعني وانا بتكلم من غير تطبيق. الهدف ان انت تطبق بايدك كل اللي انت بتتعلمه، لان انت كل ما تتعلم حاجه تفهمها تحاول تشوفها بشكل عملي. تمام. وتجربها في البيئه بتاعتك، لان زي ما قلت لكم من شويه ان انت تتفرج او المشاهده لوحدها مش كفايه، انت لازم تجرب وتغلط وتصلح وتحاول تعمل تاني عشان المعلومه تثبت. تمام. البرنامج ان شاء الله هيكون لايف على برنامج زوم زي ما احنا عاملين كده دلوقتي، يعني مش هيكون مجرد فيديوهات متسجله وخلاص. تمام.
احنا هنكون موجودين مع بعض لايف في المحاضره، تقدر تسمع الشرح، تمام، تقدر تسال لو عندك اي سؤال زي ما احنا مع بعضينا كده، تقدر تتفاعل، تمام، زي الفل. طيب النظام هيمشي ازاي؟ النظام احنا هنكون ان شاء الله مع بعض محاضرتين في الاسبوع، كل محاضره تقريبا هتكون ساعتين. والبرنامج بشكل عام تقريبا يعني هيكون حوالي 6 شهور، تمام. وده مقصود ليه؟ لان انا مش عايز اديك كميه معلومات كبيره جدا في وقت صغير. احنا عايزين ناخد المعلومه، تمام، ندرسها، نطبق عليها براحتنا، تمام، المعلومه تثبت معاك، ممكن ناخد عليها كمان امتحانات، تمام. كل ده نعمله بشكل تدريجي وبراحتنا جدا. طيب بالنسبه للمحاضرات، المحاضرات طبعا هتكون اونلاين. طيب لو لا قدر الله حصل ان انت ما قدرتش تحضر محاضره مثلا ولا حاجه، فالمحاضره هتكون متسجله زي ما احنا برضه عاملين دلوقتي، تمام، وهتكون متاحه ليك ان احنا نبعتها، تمام. وكمان انت مش هتكون لوحدك خلال البرنامج، هتكون في متابعه طبعا، عندك اي سؤال، لان انت طبيعي جدا وانت بتتعلم خصوصا في البدايه ان انت يكون عندك مشاكل كتير واسئله كتير وحاجات تقف معاك، تمام، لان ده طبيعي وده جزء اساسي من التعلم. فالفكره ان انت ما تبقاش بتتعلم لوحدك، تمام، وتفضل واقف لو واجهتك اي مشكله. طيب تيجي هنا عن سؤال السعر بكام زي ما انتوا كنتوا بتسالوا من شويه. السعر هيكون سعر الاشتراك في البرنامج هيكون 5000 جنيه، تمام. احنا عاملين عرض بمناسبه ان احنا بنعمل انطلاق لاول دفعه، تمام، فاحنا قررنا نعمل الخصم ده في البدايه، تمام. تمام. هنبدا امتى ان شاء الله؟ البدايه هتكون باذن الله في اول الشهر اللي جاي يوم 1 سبتمبر، تمام. فلو انت حاسس ان انت فعلا عايز تبدا سايبر سكيورتي بطريقه منظمه، فقدامك فرصه تبدا من البدايه خالص مع مجموعه ناس زيك برضو في نفس مستواك، هيبداوا سوا معاك، هنكون كلنا سوا بنتعلم مع بعض. الموضوع هيكون بسيط جدا ومش معقد خالص، وهناخد الرحله خطوه بخطوه سوا. طيب لكن قبل ما اقول لك تعمل ايه، تمام، عايز اقول لك حاجه بصراحه. انا دلوقتي مش عايزك تشترك لان انت دلوقتي متحمس وعايز تكمل في المجال ولا الكلام ده كله، تمام. انا عايزك تسال نفسك دلوقتي، هل انا فعلا مستعد التزم؟ هل انت عندك فعلا وقت ان انت تتعلم وتطبق؟ هل هل انت فعلا محتاج حد يرتب لك الطريق ويمشي معاك خطوه بخطوه؟ هل انت شايف ان البرنامج ده مناسب لمستواك ولا لا؟ لو اجابتك هي على كل الاسئله دي، فساعتها برنامج سايبر ستارت هيكون مناسب جدا ليك، تمام. طيب حلو جدا. فدلوقتي بعد ما خلصنا المحاضره، لو انت شايف ان البرنامج هو الطريق المناسب ليك، متاكد ان هو مناسب لمستواك، ابعت لي رساله بعد المحاضره وقول لي ان انت عايز تبدا تشترك عشان ابعت لك تفاصيل التسجيل وابعت لك المحتوى كامل بكامل التفاصيل. لان كل اللي احنا قلناه لما كنا بنعرض الموديولز السبعه احنا قلنا بس الاسماء، لكن في تفاصيل كتيره جدا احنا طبعا ما اتكلمناش فيها، تمام. فاللي عايز يعرف ويتفرج على المحتوى يعرفني، تمام، ونعرف واسالني على نظام الدراسه وطريقه المتابعه وخطوات التسجيل، تمام، عشان اقول لك عليه. ولو عندك اي سؤال عن البرنامج اسالني عادي جدا، مفيش مشكله، تمام. مش مطلوب منك ان انت تاخد القرار دلوقتي، تمام. اسالني براحتك في اي حاجه، فكر وبعدها قرر براحتك، تمام. وفي الاخر عايزك تفتكر حاجه مهمه جدا من المحاضره دي. لما تبدا سايبر سكيورتي ما تبداش بكل حاجه مره واحده، ابدا بالاساس، اتعلم، طبق، اغلط، اتعلم تاني من غلطك، كمل. ما تقارنش بدايتك باي حد تاني حتى لو حد لسه بادئ معاك، تمام. ما تخليش كتر المصادر اللي قدامك وكتر الكورسات اللي قدامك تخليك تنسى الهدف الاساسي بتاعك. لو انت شغال على لينكس، لو انت شغال على نتوركينج، يبقى انت شغال على نتوركينج بس لحد ما تخلصه، تمام. انت مش محتاج تعرف كل حاجه النهارده، انت محتاج تعرف ايه الخطوه اللي بعد كده بس، تمام. فانا لو قدرت اساعدك انك تعرف الخطوه دي وتمشي بيها بشكل منظم، يبقى انا كده قدرت احقق الهدف من المحاضره دي.
شكرا جدا ليكم، واتمنى فعلا ان كل واحد فيكم يخرج النهارده من المحاضره وهو عنده اجابه واضحه على السؤال اللي احنا بدانا بيه، وهو ازاي تبدا السايبر سيكيورتي من الصفر من غير تشتت. تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.